من بلد المليون شهيد الذي تم احتلاله أكثر من 100 عام، جيش يظهر كالمارد ويلفت إليه الأنظار ليعتلي المراتب الأولى ضمن أقوى الجيوش. الجيش الثالث عربيا والثاني إفريقيا والأول مغاربيا والسادس والعشرون ضمن الجيوش العالمية. إنه الجيش الجزائري الذي سنروي لكم حكاية وصوله لهذا التصنيف من الألف إلى الياء. لننطلق. جيش صاعق العالم. في 5 يناير 2023 نشر مؤشر جلوبال فاير باور المتخصص في الشؤون العسكرية أحدث قائمة لأقوى جيوش العالم لعام 2023، وبحسب التصنيف فقد حافظت أمريكا على صدارة الجيوش وتليها روسيا فالصين. أما ما لفت الأنظار فهو الجيش الجزائري الذي احتل المرتبة الثالثة عربيا بعد مصر والسعودية، بينما تقدم عالميا من المرتبة 31 إلى المرتبة 26. ومن ضمن دول المغرب العربي فإن الجيش الجزائري جاء في المرتبة الأولى. فما هي المعايير التي فاز ضمنها الجيش الجزائري بهذا التصنيف؟ معايير مختلفة تلك التي يعتمدها المؤشر الأمريكي في ترتيبه لجيوش العالم، وأبرز هذه المعايير عدد القوات وكم التسليح والقوة الإجمالية المتاحة لكل جيش نظامي. هذا كان سابقا. اليوم بات هناك عدة إضافات يرتكز إليها التصنيف، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وما سببه من أزمات وتبعات في مجالات العسكرة والطاقة والنفط وغيرها. سابقا كان جلوبال يرتكز إلى 50 معيارا أثناء تصنيفه للجنود، لكن اليوم باتت 60 معيارا. فالحرب في أوكرانيا دفعت القائمين على المؤشر إلى إضافة الغاز والفحم، بينما كان النفط فقط هو ما يتم احتسابه ضمن الموارد الطبيعية للدولة المصنفة. كذلك بات المعيار التكنولوجي من المعايير المهمة، لكن الصادم أن جلوبال لا يأخذ بعين الاعتبار أثناء تصنيفه للجيش نوعية الأسلحة التي يمتلكها هذا الجيش أو تطورها، بل يركز بدل ذلك على العدد وتنوع مصادر القوة، سواء البشرية أو البرية والجوية والبحرية، كما يأخذ بعين الاعتبار الموارد الطبيعية للدولة والجغرافيا والتمويل واللوجستيات. أسلحة جزائرية أرعبت العالم. بعيدا عن التقرير الأمريكي، تقارير أجنبية تحدثت عن أن الجيش الجزائري يمتلك أسلحة لا يستهان بها، بل يمكن وصفها بأنها ضمن أقوى وأخطر أنواع الأسلحة. ومن هذه الأسلحة منظومة صواريخ إسكندر آي المرعبة. تعد هذه الصواريخ أقوى صاروخ باليستي تكتيكي في العالم، وبحسب صحيفة ميليتري واتش الأمريكية فإن العسكريين في مختلف البلدان يقيمون هذا الصاروخ تقييما عاليا نظرا لسرعته الفائقة ودقته العالية وقدرته على المناورة، وحاليا يعد أحدث وأخطر سلاحا في أفريقيا. أسرب مقاتلات سوخوي وميغا النفاثة. تقرير لموقع ايرو تايم المتخصص صدر عام 2022 قال أن الجيش الجزائري يمتلك أهم وأقوى القوات المسلحة المستخدمة للطائرات الحربية النفاثة بمختلف طرازاتها وفئاتها. أما مجلة ميليتري واتش العسكرية الأمريكية فقد كشفت أن سلاح الجو الجزائري يعد ضمن الأقوى في القارة الأفريقية بسبب التكوين المتوازن للقوات الجوية ومقاتلاتها الحديثة وترسانتها الكبيرة من الأسلحة. والعمود الفقري لهذا الجيش هو أسطول يتكون من 45 طائرة مقاتلة من طراز سو 30 MKA ذات الوزن الثقيل، التي تضم أجهزة استشعار قوية وقدرة على ضرب جميع أنواع الأهداف بترسانة متنوعة من الأسلحة. أما طائرة ماك 25 فتعد أثقل طائرة مقاتلة في أفريقيا وأسرع مقاتلة في العالم. وليست الطائرات فقط ما لفتت أنظار العالم نحو هذا الجيش، إذ رأت المجلة العسكرية الأمريكية ميليتري واتش أن القوات المدرعة الجزائرية ضمن الأكثر حداثة وجاهزية للقتال في القارة الإفريقية. فالجيش الجزائري يمتلك قوة الدبابات من نوع T-90 الروسية، إضافة إلى أسطول من الدبابات القتالية المتطورة والتي تتميز بمواصفات وقدرة قتالية عالية. منظومة صواريخ S-400 الفتاكة.
كشفت تقارير محلية وأجنبية عديدة حيازة الجزائر أقوى منظومة دفاع في العالم منذ عام 2021، حيث تم نشر صور أخرى على الإنترنت من قبل شركة سادا آرميز أظهرت آنذاك وجود أنظمة صواريخ الدفاع الجوي S-400 في ميناء لم يكشف عنه في الجزائر. أخيرا تعد الأسلحة الإلكترونية ضمن أبرز الأسلحة التي يمتلكها الجيش الجزائري، فعام 2022 عزز الجيش الجزائري ترسانته العسكرية بمنظومة صينية متطورة للحرب الإلكترونية أضافها إلى منظومته الحربية. وبحسب موقع مينا ديفنس المختص في الأخبار والتحليلات العسكرية، فإن الجيش الجزائري تعزز بنظام حرب إلكتروني متكامل بتوقيع من الشركتين الصينيتين إي-لينك و CEIC. وأكد الموقع أن المعلومات حول هذا المنتج الجديد قليلة جدا، وأنه يختلف عن نظام التشويش المضاد للطائرات CHL 903. برأيك، هل استحق الجيش الجزائري هذا التصنيف؟